بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ده طبعا فيديو العربية فيكتوري 1 للتانك بتاعها. الفيديو طبعا عبارة عن تانك بنحله بننضفه، ومليان رواسب جامدة أوي. طبعا انتوا هتشوفوا التانك وهتشوفوا منزل ايه والكلام ده كله. طبعا الاستفادة من الفيديو ده ان انت لازم كل فترة تحل التانك تنضفه، لازم. طب ايه الاستفادة من حل التانك وتنظيفه؟ اول شيء ان انت مش هتغير فلاتر كل شوية، لان لو التانك فيه رواسب كتير، على الرواسب اللي انت شايفها دي لو حطيت 3 فلاتر كل يوم هيتسدوا من التانك دوت. تاني حاجة ان انت معرض ان انت تغير رشاشات ومسطرة. اه معرض ان انت يعني تخسر دايرة البنزين بكاملها. ده غير طبعا قلب ترمبة البنزين وغير الكلام ده كله. كل ده عشان تنزله عند صنايعي 100 جنيه ولا 150 جنيه ايا كان المصنعية. هتنزله تنضفه تحط بنزين نضيف وشكرا على كده. انا بفهمك بس الفيديو والاستفادة من الفيديو ايه، عشان برضه تبقى انت فاهم، ما تتفرجش على الفيديو كده وخلاص. طبعا زي ما انتم شايفين بحط بنزين في التانك عشان يعني ارجه وانزل الصدى اللي فيه ده كله. شايف انت الصدى، كمية الصدى اللي فيه قد ايه؟ المهم انت فهمته يعني الغرض من الفيديو ايه؟ اللي هو تنظيف التانك كل فترة. الغرض منه ايه؟ لان صاحب العربية دي غير مسطرة ورشاشات وغير فلتر البنزين، ما كملش 3 ايام وجاي يغيره بقى، قام جاي لمحلل التانك عشان خاطر ايه؟ ينضفه. وكان اول تعامل بيني وبينه يعني غير المسطرة والشاط قبل ما يجي لي اساسا. ولما عرف بقى التانك والكلام ده فجالي، فانا بعرف لكم الفيديو اوله ايه واخره ايه والغرض منه ايه. وده طبعا الاستاذ محمد بيمسي عليكم ويلي يصب عليكم. بص هنا انا خليت شويه رواسب في الحوض غير اللي هم على التسجه بتاع العد. بص رواسب على، لو حطيت مش 3 فلاتر في اليوم، لو 4 فلاتر في اليوم. ويا ريت تكونوا مثلا فهمتوا الغرض من الفيديو والغرض من تنظيف التانك كل فتره. يا رب اكون فدتكم.